أهلا مشاهدينا الكرام، مرة أخرى معكم هنا. اليوم أريد أن أعرض عليكم كتابين. كتاب يعود إلى أبو الأعلى الدودي، وكتاب يعود إلى سيد قطب يسمى طريق إلى. وهذا الكتاب أبو الأعلى الدودي يتناول الإسلام السياسي، نظرية الإسلام السياسي كما ترون هنا في كتابه، يعني نظرية الإسلام السياسي أبو الأعلى الدودي. تحتوي حوالي 63 صفحة، يحتوي هذا الكتاب حوالي 63 صفحة. سنرى ما فيه وسنأتي بما يريد أن يقول لنا الأنبياء والرسل والإسلام في الحكم. يعني هل مثلا الإسلام أتانا فقط لنؤمن به أن الله موجود؟ لا، الإسلام فيه يعني شريعة أن تتحكم إليها، أن تواليها، تتبرأ من الكفر، يوجد يعني لا تنقض نواقض الإسلام. يعني كل هذه الأمور، اعمل ولا تعمل، موجودة في الإسلام، والربوبية والطاعة والخضوع والحكم من لم يحكم. المهم، تابعونا في هذه الرحلة لكي نتناول كتابين، نظرية الإسلام السياسي لأبو الأعلى الدودي، وكتاب آخر سيد قطب الطريق إلى. خلينا ندخل مباشرة لكي لا نضيع الوقت. هذه الكتابين يعني يتناول الإسلام السياسي. مثلا عندما ندخل مباشرة يقول لك في المقدمة هذه الرسالة محاضرة ألقاها الأستاذ سيد أبو الأعلى المودودي بمدينة لاهور، يعني في زمن التبس فيه الأمر على الناشئة المثقفة. يعني هذه مهم المقدمة، ثم يكمل. أنتم فقط وقفوا واقرأوا، يعني أنا لكي لا أضيع الوقت. في 1939 هذه هي، وهذه التمهيد للكتاب. سأبدأ من صفحة مثلا سأبدأ من صفحة 9. يعني يقول لك عبادة الله الواحد واجتناب الطاغوت، يعني وكل هذه الأمور كما يظن الناس اليوم. فما بال الحكومات وولاتهم، يتحكم عن الحكومات وولاتهم، يعني يكفر ويحلل وكذا. وهذه يعني القرآن يقول لك هنا مثلا إن القرآن قد بين في مواضع كثيرة أن الكفار والمشركين الذين كانوا في نزاع مستمر مع الأنبياء لم يكونوا من المنكرين لوجود الله. انظر الخطورة هنا، أن الحكام كانوا يؤمنون بالله، يعني ليس الأنبياء، كانت بينهم وبين الحكام زمان أمور أخرى. كانوا يعترفون بخلق السماوات والأرض ومن خلق أنفسهم، وبأنه هو الذي يدبر الأمور وهو الذي ينزل الغيث. هذه في صفحة 9. وعندما يكمل يعني يستشهد بآيات قرآنية: ويرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته وبيده الشمس والقمر وبيده السماوات والأرض ومن فيهن، كما قال الله عز وجل. يعني يستشهد بآيات قرآنية، مثلا في المؤمنون، سورة المؤمنون: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون الله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون الله قل فأنا تسحرون. هذه في سورة المؤمنون. يعني يقول لك أن زمان كانوا يقولون أن الله هو الخالق. ليس رسالة الإسلام هو أن يقول لك من هو الخالق فقط، هناك أمور أخرى. ويستشهد بآيات قرآنية أخرى، مثلا وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله فأنا يكفؤون. وإن سألتهم من أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولون الله. يعني هذه الآيات صريحة، يعني تبين أن زمان لم يكونوا يكفرون بالله، كانوا يكفرون بأشياء أخرى. مثلا في الزخرف: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله فأن يكفؤون. يعني يؤكد هذه الآيات أخرى أيضا. المهم نكمل. يتبين من هذه الآيات أنه لم يكن بينهم خلاف في وجود الله وفي أن خلق الخلق وبيده ملكوت كل شيء. فمن الظاهر أن الرسل ما جاءوهم يدعوهم إلى تلك العقيدة التي كانوا يعترفون بها، فلم كانت بعثهم على أي شيء قام نزاع بينهم وبين من أرسل إليهم من الأمم. يوضح لنا القرآن أن الرسل كانوا يقولون في دعوتهم: إن الذي خلق السماء والأرض وخلقهم إنهم هو ربكم وإلهكم فلا تجعلوا إلها وربا من دونه. يعني
لا تجعلوا إلها وربا من دونه، من حيث العبودية، من حيث كتاب تحتكمون إليه، من حيث إنسان يدير أشغالكم، من حيث إنسان يدعي أنه هو سيدكم هو حاكمكم. سترون ماذا يعني سيقول الكتاب. فيقول له: ولا تجعلوا له أندادا ولكنهم لم يكونوا مستعدين لقبوله. فقل لي بالله الذي منعهم أن يتقبلوها بقبول حسن وأي ضرر كان لهم فيه، وما معنى الإله، وما هو الرب والإله، وما الذي جعل الأنبياء مصرين على أن الله هو الرب والإله، وما الذي جعل من أرسلوا إليهم يناؤونهم بجرد ما سمعهم بدعوتهم. يعني يقول هنا الأنبياء كانوا يقولون لهم الرب والإله هو الله، ولماذا الآخرين كانوا لا يريدون دعوتهم وهم يؤمنون بالله؟ هنا سيجيبك يقول لك: لأنهم يحتكمون إلى أنفسهم، يدعون أنهم عندهم أهواء، يعني يستعملون أمور أخرى، يلجؤون إلى أمور أخرى، لا يستعملون كل شيء في الله. مثل اليوم الإنسان يقول لك: والله الإسلام سهل، صلي وصوم والأركان الخمس وخلاص، وهم لا يعلمون أن الأنبياء أتوا إلى أكثر من هذا. يعني المهم يكمل هنا يقول لك: الإله يعلم كل منا أن الإله معناه المعبود، والمعبود أهل العبادة، والعبادة ليست بمعنى الشعائر والمناسك فحسب، بل العبد الذي انظر ليست بمعنى الشعائر والمناسك فحسب، يعني يعيش عيشة العبودية، في حياته كلها عبادة، فالقيام بالخدمة والركوع والسجود والجد والسعي في إطاعته، والقيام بكل ما يأمر وينهي، وللتذلل لقوته والانقياد لجبروته، والإطاعة في كل من له من قانون، والمناصبة لكل من يكون مخالفا لأمره، وتضحية النفس وبذل المهج في سبيل رضاه. هذه كلها عبادة، وهذا هو المعنى الحقيقي للعبادة والمعبود في الحقيقة هو الذي يعبده المرء مثل هذه العبادة. يعني يقول لك غير هذا يعني ليس بمسلم بل هو كافر. ويكمل هنا يقول لك: الرب، أما الرب فهو معنى المربي، انظر، يعني هو الذي يعطيك الأمور، افعل لا تفعل، لا تذهب إلى أحكام يعني وضعية. والمعلوم أن المربي يطاع أمره، فلأجل هذه المناسبة جاء بمعنى المالك والسيد المطاع، كما يقال رب المال ورب الدار، فكل ما جعله المرء رازقا مربيا يرتجى منه المطف ويأمل منه الأمن والرقي والجاه، ويخشى أن سخطه بجلب عليه الضرر وينغص الحياة، ويحسبه مالكا وسيدا يطيعه فيما يأمره ولا يعصي له أمرا، فهو ربه فقط، ربه الله. أو ما بعد ما عرفت بمعنى الكلمتين واستأنست بما زاهما. يكمل يقول لك أنه في وجه الإنسان يقول له: إني إلهك وربك فاعبدوني. هنا يتكلم على مثال مثل يعني فرعون ونمرود، ويقوم في وجه الإنسان شيء من هذه ويدعي الألوهية والربوبية، بل إنما الإنسان وحده هو الذي يبعث حب السلطة، وهو الأثر على أن يجعل نفسه إلها لغيره من أبناء نوعه، يستعبدهم وينفذ فيهم أمره ويقهرهم على الانقياد والطاعة، ويجعلهم آلة لتحقيق هواه. يعني هنا يتكلم كأنه على الحكام. فلم يعرف الإنسان شيئا ألذ وأحلى من تأليه نفسه، يعني الناس، فكل من تألها شيئا من المال أو رزقا شيئا من دهاء والنبوغ. يعني حتى الناس التي تريد أن تجني المال وتسير في حياتها وتعيش رخاء، هذه أيضا يعني ليست من الإسلام شيئا. تسول له نفسه أن يستكبر ويتعدى حدود الفطرية ويرتقي عرش الألوهية ويستعبد كل من حوله من الناس مستضعفين الفقراء الذين لا يجدون القيام في وجهه سبيلا. هنا كأنه يتكلم عن الحكام، يعني بين قوسين العرب يعني. ويأتيك يقول لك يعني ذرية الألوهية، ويكمل هنا: أنتم وقفوا وقرأوا. ويعطي أمثال بموسى وفرعون، يعني أيضا هنا انظروا يعني. ثم يذهب إلى إبراهيم وحواره مع الآخرين، مع المبعوث الذي يعني بعثهم الله سبحانه وتعالى. هذا هو الكتاب. سندخل أيضا الأحكام الأخرى إلى صفحة 27. مثلا هنا أبو الأعلى المودودي، نظرية الإسلام السياسي، صفحة 27. ماذا يقول؟ الأساس الذي ارتكزت عليه دعامة النظرية السياسية في الإسلام أن تنزع جميع السلطات باور، يعني تنزع كل السلطات، يعني الأمر والتشريع من أيدي البشر منفردين ومجتمعين، ولا يؤذن لأحد منهم أن ينفذ أمره في بشر مثله فيطيعوه. يعني تنزع كل أمور السلطة والأمور من البشر. واليوم مثل حقوق الإنسان ومؤتمر فيينا، مؤتمر كذا، التاريخ وكذا، ينزعون فيعود إلى القرآن الكريم. وأنا لا أخجل ولا أخاف أن أقول الجماعات الإسلامية مثل داعش، مثل القاعدة، بوكو حرام، عملت هذه الأشياء. أوليس قانونا لهم فينقضوا له ويتبعوه؟
فإن ذلك أمر مختص بالله وحده لا يشاركه فيه أحد غيره، كما قال هو في كتابه، يعني يستشهدون بآية قرآنية: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم، هنا في سورة يوسف وفي هذه الآية. ويكمل خصائص الدولة الإسلامية في نظر المدودي. فالخصائص الأولية للدولة ستات الإسلامية كما في الآيات التي ذكرناها ثلاثة، يقول ثلاثة. ما هي؟ ليس لفرد أو أسرة أو طبقة أو حزب أو لسائر القاطنين في الدولة نصيب من الحاكمية، فإن الحاكم الحقيقي هو الله، والسلطة الحقيقية مختصة بذاته تعالى وحده، والذين من دونه في هذه المعمورة إنما هي رعاية في سلطانه العظيم. 2. ليس لأحد من دون الله في شيء لله شيء من أمر التشريع، والمسلمون جميعا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا لا يستطيعون أن يشرعون قانونا ولا يقدرون أن يغيروا شيئا بما شرع الله لهم. 3. إن الدول الإسلامية لا يؤسس بنيانها إلا على ذلك القانون المشرع الذي جاء به النبي من عند ربه مهما تغيرت الظروف والأحوال والحكومات، يعني صالح لكل زمان ومكان. كونفيرنومون هكذا قال، والتي بيدها زمان هذه الدولة لا تستحق طاعة الناس إلا من حيث أنها تحكم بما أنزل الله وتنفذ أمره تعالى في خلقه. هذا ما قاله، ومن لم يعمل بهذا فهو منافق ضال كافر مخرج عن الملة الإسلامية بحسب هذا الكتاب الإسلام السياسي لأبو الأعلى المدودي. يكمل: كل من نظر إلى هذه الخصائص التي ذكرناها أنفا علم لأول وهلة أنها ليست ديمقراطية، فإن الديمقراطية عبارة عن منهج للحكم تكون السلطة فيه للشعب جميعا فلا تغير فيه. يعني الديمقراطية ليست الإسلام، يعني الديمقراطية حرام، يعني القوانين لا تبدل إلا برأي الجمهور ولا تسن إلا حسب ما توحي إليهم عقولهم، فلا يتغير فيه من القانون إلا ما ارتضاه أنفسهم، وكل من لم تسوغه عقولهم يضرب به عرض الحائط ويخرج من الدستور. يقول لك أن كل هذه الأمور الديمقراطية والحكم للشعب والأمر التي لا تسوغ نفسه يعني يزيلها، والأمر الذي يعجبه يأتيه، فهذا ضد الإسلام، وهذا كفر وعدم اللجوء إلى القرآن. فالديمقراطية ليست من الإسلام شيئا، وكل يقول هنا وكل من يحكم بالديمقراطية هو كافر. يكمل هنا أبو الأعلى المدودي نظرية الإسلام السياسي صفحة 30، يقول: هذه خصائص الديمقراطية وأنت ترى أنها ليست من الإسلام في شيء، فلا يصح إطلاق كلمة الديمقراطية على النظام الدولة الإسلامية. انظر الدولة الإسلامية، بل أصدق منها تعبيرا كلمة الحكومة الإلهية أو الثيقراطية، ولكنها الثيقراطية الأوروبية، يعني كل الأوروبيين كفار وكذا، وبمن يعمل بأعمالهم كذا هم كفار. تختلف عنها الحكومة الإلهية الثيقراطية الإسلامية اختلافا. يعني هنا ينظر أنه ليس يجب أن نذهب إلى هذه الحكومات الأوروبية الثيقراطية، بل نذهب إلى الثيقراطية الإسلامية كما يقول. هناك كتاب آخر لسيد قطب، هذا هو سيد قطب معالم في الطريق، هذا هو الكتاب، يمكنكم تحميله PDF، المملكة العربية السعودية، وزارة المعارف، الكتابات المدرسية، هذه هي، ودار الشروق. ماذا يقول؟ طريق إلى الحاكمية. الطريق ليس الطريق أن تخلص الأرض من يد طاغوت روماني أو طاغوت فارسي إلى يد طاغوت عربي، فالطاغوت لله طاغوت، إن الأرض لله، ويجب أن تخلص الله، يعني ومن تخلص الله إلا أن ترتفع عليها راية لا إله إلا الله، وليس طريق أن يتحرر الإنسان في هذه الأرض من طاغوت روماني وفارسي إلى طاغوت عربي، فالطاغوت كله طاغوت. إن الناس عبيد لله وحده ولا يكونون عبيدا لله وحده إلا أن ترتفع راية لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، كما يدركها العربي العارف بمدلولاته لغته. وهذا هو طريق إلى الله بحسب سيد قطب. والطاغوت تعلمون من هم الذين يقولون كلمة طاغوت، يعني في الجزائر نحن يعني رأينا هذه الكلمة طاغوت في التسعينات. يعني الطريق إلى الحاكمية صفحة 25: حاكمية إلا الله، ولا شريعة إلا من الله، ولا سلطان لأحد على أحد، لأن السلطان لله كلله، ولأن الجنسية التي يريدها الإسلام للناس هي جنسية العقيدة، ليس جزائري تونسي مغربي مصري، التي يتساوى فيها العربي والروماني والفارسي وسائر الأجناس والألوان تحت راية الله، وهذا هو الطريق. يعني الدولة الإسلامية كلها يعني لا يوجد فيها حدود ولا جنسية ولا فارسي ولا عربي ولا يعني دساتير أجنبية ولا أوروبية ولا أي شيء، هو يعني هذا هو الطريق. يكمل: كل من أدعى السلطان التشريع ادعى الألوهية في صفحة 60،
وهذا هو من خصائص الألوهية. فأيما بشر ادعى لنفسه سلطان التشريع للناس من عند نفسه فقد ادعى الألوهية اختصاصا وعملا، سواء دعاها قولا أم ليعلن هذا الادعاء. يعني أنت ترى ذلك. وأيما بشر آخر اعترف لذلك البشر بذلك الحق فقد اعترف له بحق الألوهية، سواء سماها باسمها أم لم يسميها. وهنا نعود إلى الكتاب الآخر، يعني الإسلام السياسي، يقول أنه الأنبياء لم يأتوا إلى الله، يعني للبشر يقولوا أن الله موجود، لأنهم يعلمون أن الله موجود، أنه هو الذي خلقهم. أتوا يقولون لهم احتكموا إلى الله، يعني طاعتكم وشعائركم يعني ومفاهيمكم والنواهي والأمر كله لله. وسيد قطب أيضا في كتابه الطريق إلى يؤكد هذا الأمر مع أبو الأعلى المدودي، ويقول هناك حزب واحد حزب الله والبقية أحزاب الشيطان، صفحة 130، مثل حزب الله اليوم. وإن هناك حزبا واحدا لله لا يتعدد، وأحزاب الأخرى كلها للشيطان وللطاغوت. انظر، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يعني هنا يحرض في سورة النساء في هذه الآية. يكمل: وشهادة أن لا إله إلا الله إفراد الله بالحاكم، يعني عندما تقول أن لا إله إلا الله فأنت تحتكم فقط الله. والقاعدة النظرية التي يقوم عليها الإسلام على مدار التاريخ البشري هي قاعدة شهادة أن لا إله إلا الله، أي إفراد الله سبحانه بالألوهية والربوبية والقوامة والسلطان والحاكمية، إفراده بها اعتقادا في الضمير، وعبادة في الشعائر، وشريعة في واقع الحياة. فشهادة أن لا إله إلا الله لا توجد فعلا ولا تعتبر موجودة شرعا إلا في هذه الصورة المتكاملة التي تعطيها وجودا جديا حقيقيا، ويقوم عليه اعتبار قائلها مسلما أو غير مسلما. ومعنى تقرير هذه القاعدة من الناحية النظرية، يعني هنا ينظر ما هو لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ما معناها يعني يقول هنا ما هو المجتمع المسلم. هذا هو المجتمع المسلم، المجتمع الذي تتمثل العبودية لله وحده في معتقدات أفراده وتصوراته، كما تتمثل في شعائرهم وعبادتهم، انظر، كما تتمثل في نظامهم الجماعي وتشريعاتهم. وأيما جانب من هذه الجوانب تخلف عن الوجود فقد تخلف الإسلام نفسه عن الوجود، لتخلف ركنه الأول وهو الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمن لم يعمل بهذا فهو غير مسلم ومستحل دمه، فهو كافر. يكمل: كيف يقوم المجتمع المسلم في صفحة 86. فإذا تقرر أن هذا هو المجتمع المسلم فكيف ينشأ هذا المجتمع؟ ما منهج هذه النشأة؟ إن هذا المجتمع لا يقوم حتى تنشأ جماعة من الناس تقرر أن عبوديتها الكاملة لله وحده، وأنها لا تدين بالعبودية لغير الله، لا تدين بالعبودية لغير الله في الاعتقاد والتصور، ولا تدين بالعبودية لغير الله في العبادات والشعائر، ولا تدين بالعبودية لغير الله في النظام والشرائع، ثم تأخذ به. هذه خطيرة جدا والكثير من المسلمين لا يعملون بها. مثلا يقول لك هنا تعريف المجتمع الجاهلي لسيد قطب: ولكن ما هو المجتمع الجاهلي وما هو منهج الإسلام في مواجهته؟ إن المجتمع الجاهلي هو كل مجتمع غير المجتمع المسلم، ولا إذا أردنا التحديد الموضوعي قلنا إنه هو كل مجتمع لا يخلص عبوديته لله وحده، متمثلة هذه العبودية في التصور الاعتقادي وفي الشعائر التعبدية في الشرائع القانونية. بهذا التعريف الموضوعي تدخل على إطار المجتمع الجاهلي جميع المجتمعات القائمة اليوم في الأرض فعلا. يعني هنا يكفر كل النظام يعني الموجود. وهنا يؤكد أن كل البلدان الشيوعية مجتمعات جاهلية، تدخل فيه المجتمعات الشيوعية أولها بإلحادها في الله سبحانه وإنكار بوجوده أصلا، ورجع الفاعلية في هذا الوجود إلى المادة أو الطبيعة، ورجع الفاعلية في حياة الإنسان وتاريخه إلى الاقتصاد أو أدوات الإنتاج. ثانيا بإقامة نظام العبودية فيه الحزب على فرض أن القيادة الجماعية في هذا النظام حقيقة واقعية لا لله سبحانه، ثم يترتب على ذلك التصور على هذا النظام، كأنه يقول أن العالم كله كفار، حتى نحن الكفار يعني. مثلا أيضا يقول اليابان والصين وإفريقيا مجتمعات جاهلية، وتدخل فيه المجتمعات الوثنية يعني، وهي ما تزال قائمة في الهند واليابان والفلبين وإفريقيا. نحن تدخل فيه أولا بتصورها الاعتقادي القائم على تأليه غير الله معه أو من دونه، وتدخل فيه ثانية بتقدير الشعائر والتعبدية لشتى الآلهة والمعبودات التي تعتقد بألوهيته. يعني كأنه يقول لك يعني نحن كل يكفر الجميع، يعني حرية التعبير، الديمقراطية، كلها. الصين، اليهود والنصارى مجتمعات جاهلية في صفحة 90، وتدخل فيه المجتمعات اليهودية والنصرانية في أرجاء الأرض جميعا. تدخل فيه هذه المجتمعات أولا بتصورها الاعتقادي المحرف الذي لا يفرد لله سبحانه وتعالى بالألوهية، بل يجعل له شركاء في صورة من صور الشرك، سواء بالنبوة أو بالتثليث، أو يتصور الله سبحانه على غير حقيقته، وتصور علاقة خلقه به على غير حقيقتها. يعني يذهب إلى احتكام إلى كتاب ليس هو الإسلام، ليس هو القرآن، ويصور الله ليس مثل الإسلام، والشرك التثليث وكذا يعني أنا أرى أن كل المسلمين الموجودين اليوم يعني كلهم يعني جاهلية وكفار، وسيد قطب كفرهم يعني.
المجتمعات التي تسمى إسلامية مجتمعات جاهلية التي تسمى، انظر هنا. وأخيرا يدخل في إطار المجتمع الجاهلي تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها أنها مسلمة، تزعم، وهذه المجتمعات لا تدخل في هذا الإطار لأنها تعتقد بألوهية أحد غير الله، ولا لأنها تقدم شعائر التعبدية لغير الله أيضا، ولكن تدخل في هذا الإطار لأنها لا تدين بالعبودية لله وحده في نظام حياتها. فهي وإن لم تعتقد بألوهية أحد إلا الله تعطي أخص خصائص الألوهية لغير الله، فتدين بحاكمية غير الله، فتتلقى مثل هذه الأمور الموجودة في الجاهلية. يعني حتى ولو كنت مسلم تصلي وتزكي وتعمل أركان الخمس وكذا، فأنت لا تعطي الحاكمية لله وتذهب للحاكم، ويعني تعيش حياتك عادي مثل الذي يقول الإسلام سهل. سيد قطب كفركم في كتاب الطريق إلى. يكمل هنا: المجتمعات الإسلامية كافرة، والحاكمية نظامها وشرائعها وقيمها وموازينها وعاداتها وتقاليدها وكل مقومات حياتها تقريبا. والله سبحانه يقول عن الحاكمين: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. المجتمعات الإسلامية كافرة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يعني تقريبا كل الدول العربية التي تدعي الإسلام كافرة حسب سيد قطب هنا في المائدة طريق إلى. المجتمعات الإسلامية جاهلة في صفحة 93. وإذا تعين هذا فإن موقف الإسلام من هذه المجتمعات الجاهلية كلها يتحدد في عبارة واحدة: أنه يرفض الاعتراف بإسلامية هذه المجتمعات كلها وشريعتها في اعتباره. إن الإسلام لا ينظر إلى العنوانات واللافتات والشرات التي تحملها هذه المجتمعات عن اختلاف. يعني لا تقول لي أنا أسلم وكذا، لا، إنما كلها تلتقي في حقيقة واحدة، وهي أن الحياة فيها لا تقوم على العبودية الكاملة لله وحده، وهي من ثم تلتقي مع سائر المجتمعات الأخرى في صفة واحدة، صفة الجاهلية، وكل صفة الجاهلية كفر. يعني حتى المسلمين الكيوت طلعوا كفار، والمسلمين العاديين كلهم كفار، ويستباح دمهم ويقتلون أو يستتابوا، وإن لم يستتابوا فيقتلون. الأصل أن ترجع الحياة البشرية إلى الإسلام. هنا في صفحة 94 يتلعثم فيها ولا يتردد لحظة إن الأصل الذي يجب أن ترجع إليه الحياة البشرية بجملتها هو دين الله ومنهجه للحياة. إن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله التي هي ركن الإسلام الأول لا تقوم ولا تؤدي إلا أن يكون هذا هو الأصل، وإن العبودية لله وحده مع التلقي في كيفية هذه العبودية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تطبيق السنة، لا تتحقق إلا أن يعترف بهذا الأصل ثم يتبع اتباعا كاملا بلا تلعثم ولا تردد. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هنا في سورة الحشر يعطيكم يعني هو ينظر بآيات قرآنية. سيد قطب يكمل ويقول: الإسلام معناه الثورة الشاملة على حكم البشري، وإن هذا الدين إعلان عام لتحرير الإنسان في الأرض من العبودية للعباد، ومن عبودية لهواه أيضا، وهي عبادة للعباد، وذلك إعلان الألوهية لله وحده سبحانه وربوبيته للعالمين. وإن إعلان ربوبية الله وحده للعالمين معناها الثورة الشاملة على حاكمية البشر في كل صورها وأشكالها وأنظمتها وأوضاعها، والتمرد الكامل على كل وضع في أرجاء الأرض الحكم فيه للبشر بصورة من الصور، أو بتعبير آخر مرادف الألوهية فيه للبشر. يعني كأنه لم يترك شيء. يعني الإسلام يريد تحطيم مملكة البشر. يعني هنا السيد قطب يريد صورة من صورة ذلك أن الحكم الذي مرد الأمر فيها إلى البشر ومصدر السلطات فيه هم البشر وتأليه البشر. يعني إذا احتكمت البشر وكأنك تؤليه البشر، يجعل بعضهم لبعض أربابا من دون الله. أن هذه الإعلان معناها انتزاع سلطان الله المغتصب ورده إلى الله، وطرد المغتصبين له الذي يحكمون الناس بشرائع من عند أنفسهم فيقومون منهم مقام الأرباب ويقوم الناس منهم مكان العبيد. وأن معناها تحطيم مملكة البشر لإقامة مملكة الله في الأرض. هذه موجودة أيضا في بني إسرائيل وفي المسيحية أيضا، وسيد قطب ينظر لهذا الأمر. المهم أريدكم كتابين: الإسلام السياسي لأبو الأعلى المدودي، ومعالم في الطريق لسيد قطب. أتمنى أنكم يعني أخذتم فكرة على التوجه الإسلامي لهذا الشخصين، وكيف تشكلت به الأنظمة الإسلامية منذ الصحوة أو حتى العقائد الشيعية، يعني من حزب الله يعني الموجودين أيضا في الفرس، يعني الذين يحكمون ولاية الفقيه وأخوان المسلمين وكل الذين أسسوا للجهاد وكذا، ذهبوا إلى هذه الكتب. المهم أشكركم إلى حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.